استنى بس ثانية، عمرك جربت دجاج بالبخار يطلع طعمه أحلى من المشوي؟ هتتفاجئ من النتيجة دي. النهاردة هنعمل وصفة صحية وسهلة جدا وهتخليك تحب الأكل النظيف بجد. بص على المكونات البسيطة دي، كلها موجودة في أي بيت وسهلة جدا. هنبدأ بتقطيع الثوم عشان يدي طعم جامد ومميز للفراخ. نعصر الليمون الطازة ونضيفه على الثوم عشان النكهة تبقى قوية جدا. نحط ملح وفلفل ونضيف زعتر أو روزماري عشان نرفع الطعم لمستوى تاني، ونضيف شوية زيت زيتون عشان يخلي الفراخ طرية وطعمها غني. نقلب التتبيلة كويس جدا لحد ما كل المكونات تندمج مع بعض. نحط الدجاج في التتبيلة ونتأكد إنه متغطي من كل الاتجاهات. نسيبه يتبل لمدة نص ساعة عشان يشرب الطعم ويطلع مظبوط جدا. نحط حلة فيها مية على النار ونسيبها تغلي كويس جدا. نحط الدجاج في مصفاة أو شبكة فوق المية من غير ما يلمسها. نغطي الحلة كويس جدا عشان نحافظ على البخار جوه. البخار هو السر هنا لأنه بيستوي الفراخ بهدوء ومن غير ما ينشفها. نسيب الدجاج حوالي 20 دقيقة لحد ما يستوي تمام. افتح الغطا بحذر وشوف البخار وهو طالع بشكل جميل. بص بقى على الفراخ، لونها فاتح وطرية بشكل يفتح النفس. لما تقطعها هتلاقيها مليانة عصارة وطعمها واضح جدا. نرص الدجاج في طبق بشكل شيك يفتح النفس للأكل. ممكن نضيف لمسة خضرة أو رشة ليمون عشان الطعم يبقى منعش. أول لقمة هتخليك تحس قد إيه الأكل الصحي ممكن يكون لذيذ. لو عجبك المحتوى ده خليك جزء من العيلة مش مجرد متفرج. دوس اشتراك وفعل الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديدة. دعمك لينا هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم أحسن محتوى ليك دايما. شكرا ليك إنك كملت الفيديو للنهاية، واستناني في وصفة جديدة قريب جدا.